السلام عليكم، تحياتي لكل الشرفاء والشريفات داخل الوطن وخارج الوطن، إخوة والأخوات من داخل مدينة ديال المضياق، من الغابة ديال كوديا الطيفور، الرأس الأسود كابونيغرو. الحرية للأستاذ محمد زيان، لأنني من داخل مدينة ديال المضياق. من دائما ما أطالب بالحرية ديال المعتقلين السياسيين، وكنشوف أن إطلاق سراح ديال المعتقلين السياسيين فيه انفراج إخوة والأخوات البلاد، وكذلك غتكون عنده انعكاسات إيجابية، لا على المستوى الحقوقي ولا كذلك على المستوى الاجتماعي ولا كذلك حتى المستوى السياسي ولا المستوى الاقتصادي. وكنعرفوا الإخوة والأخوات أن الصورة الحقوقية ديال المغرب على الصعيد العالمي، كنتكلم بصفة عامة، كان واحد مجموعة ديال كيف ما كنقولوا منظمات دولية كتكلم مثلا واحد مجموعة ديال المواضيع التي تهم الاعتقال السياسي. نتكلموا مثلا على نور الدين العواج، نتكلموا على سليمان الريسوني، نتكلموا كذلك على عمر الراضي، نتكلموا كذلك إخوة الأخوات على الأستاذ محمد زيان، نتكلموا كذلك على المعتقلين ديال الحراك ديال الريف. هي الإخوة الأخوات فرصة باش أننا نشدوا الدولة المغربية، باش أنها تحاول تطوي هذا الملف هذا، لأننا كنا شفنا واحد الملف ديال هيئة الإنصاف والمصالحة، واللي صراحة شخصيا ما كنتش مع ذاك الملف، لأنني في آخر المطاف كنت أعتبر إخوة الأخوات كان من المفروض أنه دار واحد حفظ الذاكرة الجماعية، وكذلك جبر الضرر خصو يكون على مستوى جميع المتضررين، وكذلك حتى جبر الضرر ما خصوش يكون من المال العام. وكذلك كان من بين التوصيات اللي مجموعة ديال الناس كيطالبوا بها، وهو عدم الإخوة والأخوات تكرار داك الخروقات ديال سنوات الرصاص والجمر. إذا من داخل مدينة ديال رينكول المضياق، عندما نتكلم في إطار خطاب سياسي، خطاب حقوقي، يدخل في إطار أن الحق في حرية ديال التعبير أو إبداء ديال الرأي، لا يدخل في إطار الجريمة. وعبد ربي هنا بن سعيد عندما يتفاعل مع الموضوع ديال الأستاذ محمد زيان. أستاذ محمد زيان قدم الكثير لهذا الوطن الجريح، قدم الكثير باعتباره وزيرا سابقا لحقوق الإنسان، وكذلك قدم الاستقالة ديالو على المباشر في إطار الإخوة الأخوات كما كنقولوا الاحتجاج ديالو على مجموعة ديال الملفات، من بينها الملف ديال التدبير ديال المشكل ديال المخدرات هنا بشمال المغرب. إذا من داخل مدينة ديال ريكول الإخوة الأخوات، الحرية للأستاذ محمد زيان، وتحيات عبد ربي نبي بن عيسى، موظف مغربي طرد من الوظيفة العمومية ظلما وعدوانا بسبب مواقفه السياسية. وكذلك من بين المواضيع التي يجب على الدولة المغربية أن تعالجها وهو إنصاف نبي بن عيسى، باعتباره موظف مطرود من الوظيفة العمومية ولديه العديد من الملفات. الإخوة الأخوات في القضاء ديال المغرب، هذا لا يعني أنني الإخوة الأخوات أنتقص من القضاء ديال المغرب، بالعكس أنني دائما ما أطالب بدولة الحق والقانون، أطالب دولة ديال المؤسسات، لأنني أعتبر أن الدولة تبنى بالمؤسسات ولا تبنى بالأفراد. وفي آخر المطاف إخوة الأخوات، مقولة شهيرة للمفكر أو العالم ديال كنتكلموا هنا على ابن خلدون، صاحب كتاب ديال المقدمة، كان واضحا عندما قال الإخوة والأخوات انهيار القضاء من علامات انهيار الدولة، أنه من بين الأمور التي يجب أن نحافظ عليها في أي بلد وهو المصداقية ديال القضاء، النزاهة ديال القضاء، وكذلك استقلالية ديال القضاء، لأنه في آخر المطاف يعد صمام أمان ويساهم في السلم الاجتماعي ديال أي بلاد. إذا من داخل مدينة ديال ريكون، عبد ربي نبي بن عيسى يقولها ويتحمل المسؤولية. عبد ربي اختار مساره السياسي عن قناعة
اقتناع. كذلك أقول أنني لن أركب قوارب الموت، لن أسقط الجنسية المغربية، كذلك لن أطالب أي لجوء سياسي، وكذلك لن أنتحر. إذا من داخل مدينة ديال ريكون كذلك إخوة الأخوات غادي نقول الله يفرج على كل مظلوم وكل مظلومة، والشعب المغربي يستحق كل الخير باعتباره الإخوة والأخوات. يعني رغم الغلاء، رغم الأزمة الخانقة، رغم واحد مجموعة ديال الأمور، يعني ما زال يعني يرتجي كل الآمال في الله عز وجل من أجل أنه تحسن الوضعية داخل هذا البلد الجريح. تحياتي.